مصر والأردن كأس العرب 2021 مباراة تاريخية بين المنتخبين، وأداء كبير من المنتخب الأردني منتخب النشامة، وكمان أداء أسطوري من الفراعنة المنتخب المصري. تعال نشوف أحداث المباراة المثيرة. المباراة بتبدأ بتسديدة ضعيفة من لاعب منتخب الأردن بهاء سليمان. المنتخب الأردني عاوز يخلص بواحدة في الأول، ومحمود المرضي بيحط التانية في إيد الشناوي، التالتة تابتة ويزن النعمات بياخد كورة وبيعمل واحدة أرتو عالمية، والمنتخب الأردني بيبدأ سخن على طول كده، والهدف الأول في شباك منتخب مصر، وكده النتيجة 1-0 للأردن. على طول مصر بترد، وحسين فيصل بيلعب واحدة لمصطفى فتحي بس بتطلع بره، بيرد تاني المنتخب الأردني بكورة عن طريق علي علوان وبيطلعها على الشناوي بصعوبة. الماتش رايح جاي، وفتوح بيشوط كورة في إيد الحارس وبتقع منه. بهاء سليمان لاعب المنتخب الأردني بيحط صاروخ في المقص، بس الشناوي بيتعملق في الحراسة وبيشيل كورة كانت هتغير كتير في المباراة. بيرجع زيزو وبيشوط واحدة بس ما تظبطش معاه وبتطلع في السماء. علي علوان بيحط واحدة ار2 اجمد من بتاعة يزن النعمات، بس بتيجي في العارضة وبتخبط في القائم التاني وبتنزل على الارض، وتقنية الفار بتقول مش جول. حرفيا دي من اجمد المباريات اللي شفتها للاردن فعلا. المهم مروان حمدي بيعدي وبيلعب كرة لمصطفى فتحي اللي بيحطها بشكل حلو بس بيطلعها على الحارس. زيزو بيرجع وبيعمل عرضية بالمقاس لمروان حمدي اللي بيحط كرة في ال90 براسه في مرمى منتخب الاردن، والنتيجة بترجع 1-1. والمباراة فيها كمية إثارة أوقات ما بنشوفهاش في ماتشات في كأس العالم. والشوط الأول بيخلص 1-1، وشكلنا كده مع موعد مع شوط تاني ناري، وبيبدأ الشوط التاني ومصر المرة دي هي اللي بتبدأ بالتهديد، وفرصة غريبة بيضيعها حسين فيصل بعد ما بتعدي الكرة من بين رجليه. يزن النعمات بيرد بكرة خطيرة قوي بعد ما رقص الأول وحطها بصراحة حلوة قوي بس بتخرج جنب القائم. زيزو عاوز يخدع الحارس وبيحط كرة خطيرة فوق العارضة. السولية بيحط كرة بالمقاس لزيزو بس بيحطها براسه جنب الجون، وبيخلص الشوط الثاني بالتعادل 1-1. ونروح للاشواط الاضافيه، وبيبدا الشوط الثالث واحمد رفعت بيلعب كرة لزيزو، والحارس بيمسكها بس بتقع منه، وبيغلط الحارس وبيمسك رجل زيزو وبيحسبها على طول الحكم ضربة جزاء لمنتخب مصر، بس بتطلع في الاخر لمسة يد على زيزو من الاول، ولسه النتيجة 1-1. مصر نازلة ما بتهزرش، ومحمد شريف بيرقص مدافع الاردن وبيحط واحدة لاحمد رفعت وعلى طول بيحطها في المرمى، والنتيجة 2-1 لمصر. مباراة كلها إثارة ومتعة لحد دلوقتي. خلاص مصر ركبت المباراة، والسولية بيحط صاروخ بس بيصدها الحارس يزيد أبو ليلى، ضربة ركنية، والونش بيحط كرة براسه في الجون بس بيطلع مدافع الأردن من على الخط. بيرجع تاني أحمد رفعت اللي نزل قلب المباراة لصالح منتخب مصر، وبيعمل عرضية لمروان داوود وبيحط الهدف الثالث لمصر في الدقيقة 120. وخلاص قتل المباراة مروان داوود، والنتيجة 3-1 في مباراة نارية، وبتخلص